لكن من أدرانا بأن هذا الفريق الذي لعب المباراة الأولى وكان مرهق وشاهدناه كان متثاقل عند نهاية المباراة، لعب 120 دقيقة لا ننسى ذلك. هل كان بإمكانه يفعل أحسن من هؤلاء الشباب؟ لو كانت الظروف ربما كانت تهيئة أكثر وكان نظام، خصوصا نتكلم على المشكل الإداري. يعني لو سألتني اليوم تقول لي هل فعلا الوداد قدم المستوى، نقول لك لا أبدا. هل شرف الكرة المغربية؟ لا أبدا. لم يشرف. نعرف مستوى الوداد مع الانديه اللي لعب ضدها، لا باتشوكا ولا حتى اليوراوا الياباني، ممكن الوداد كان عنده الامكانيه لو كان في المتناول، لو كان في احسن احواله وكان الظروف جيده ونظام تهيئ جيد بالنسبه للفريق، لان بطوله كبيره هذه المفروض كان يتعامل معها بشكل اخر. ما نتكلمش على اللاعبين، ما نتكلمش على الاداره التقنيه، نتكلم على الاداره الفريق في عمليه التنظيم، في عمليه وصول الفريق متاخر. الاشياء هذه تعطيك مدى الهاويه الذي لا زال فيها المسؤولين. نعم. على الانديه المغربيه صحيح هناك تقدم بعض الشيء، هناك محاوله للرفع من المستوى الفني في الدوري المغربي، من رفع مستوى اللاعبين. يعني المشاركه شفنا الاخيره في البطولات الافريقيه مهم جدا. نعم. في دوري الابطال، في الاتحاد الافريقي للانديه كالرجاء، الفتح الرباطي، وبالتالي يجب كذلك يعني مسايره هذا التقدم من طرف المسؤولين. ولكن العقليه لا زالت هاويه. هذه هي المشكل ان العقليه الاداريين في المغرب للاسف نقول مره اخرى لا زالت هاويه. اغلب الانديه حتى الوداد وصلوا الان صحيح نادي كبير نادي، لكن على المستوى الاداري لا زالت العقليه هي لم تتغير بعد. ليس هناك استراتيجيه، ليس هناك تفكير على المدى البعيد، هناك فقط تفكير في المناسبات. كان دوري الابطال الان يفكرون فقط ليس هناك تخطيط. نعم. وهذا الشيء يعرفه عزيز، هو اشتغل اكثر مني في المغرب. نعم. في الميدان الفني. وانا لا اذكر ان فريق لعب مسابقه عالميه ذهب 48 ساعه قبل ان تبدا المباراه. غريب جدا. خلي تعاملنا مع البطوله كان مباريات وديه، لذلك فاش رجعنا في المرتبه السادسه كان قدمنا اداء يعني متوسط جدا. نعم. ما نقولش باهت لان اللاعبين المرتبه السادسه لانك لم تلعب الافتتاح، ممكن ان تكون ثامن. لان اظن ان فقدنا الطموح. تعاملنا مع المباريات كانها مباريات وديه، وتجلى ذلك حتى في المباراه اليوم. انا ما كنعرفش ليش يعني ان الحوافز الماليه كتكون دافع، الحوافز لتحقيق المرتبه الخامسه حتى هو دافع، تسويق اسم النادي حتى هو دافع. كل الاشياء لازم يراعيوا لها، ولازم يعرفوا بان الجمهور متعطش لكل ما هو نتيجه ايجابيه من فريق الوداد البيضاوي. طبعا كان الوداد اليوم مره اخرى خارج الموعد، خسر المباراة الأولى بهدف مقابل شيء، خسر مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بثلاث أهداف مقابل هدفين. بطل إفريقيا يخسر أمام بطل آسيا. وليد الكرتي الذي كان من الأسماء الواعدة في فريق الوداد مع زميل عبد الإله عفيري. أتحول إلى ملعب هزاع بن زايد في العين. عبد الإله. وليد، المباراة الثانية خسارة، سجلت هدفين. كيف تشوف هذه المشاركة ديالكم كوداد في كأس العالم للأندية هنا في الإمارات؟ فالمشاركة ديالنا الحمد لله كانت جيدة، مع الأسف ما حققناش انتصار ولا واحد. فكنتمناو هاد التجربة هذه اللي خدنا هذا الموسم في كأس العالم للأندية تكون ناخذ منها الحوايج إيجابيين وما تاثرش علينا سلبيا في البطوله الوطنيه ولا في عصبه الابطال ان شاء الله اللي جايه. ان شاء الله دابا خدينا تجربه مع كيف ما كتشوف مع فرق كبيره، فان شاء الله غنرجعوا للديار المغربيه ان شاء الله ونزيدوا الخدمه ونضاعفوا المجهودات ديالنا ونطلعوا من المستوى ديالنا ان شاء الله، باش العام الجاي ان شاء الله نكونوا في هذا الكاس، باش نحاولوا نمشيو بعيد ان شاء الله في الكاس. لنفرض وليد، شفتي المباراه في الفيديو مسجله بتاع باتشوكا، المباراة اليوم بطبيعة الحال يلاه انتهت، شنو الحوايج اللي يمكن تحسنوا انتم كفريق؟ خصنا نحسنوا من المجال الهجومية ديالنا. فالمباراة الأولى ما استطعناش نسجلوا حتى هدف، وفي المباراة الثانية ضيعنا العديد من الفرص. فان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا كثير ان شاء الله على هاد الامور مع السي حسين عموته ومع الطاقم التقني، وان شاء الله كنتمنوا حظ موفق للفرق الاخرى ان شاء الله في كاس العالم للانديه. شكرا وليد، وبالتوفيق، عوده موفقه للمغرب ان شاء الله. سفر سعيد. شكرا. طبعا خيبة الأمل واضحة على محيا ومن كلمات وليد الكرتي. طبعا
تشاطر يوسف حينما يقول بان الوداد لم يشرف الكره المغربيه من هذا المستوى لا نقول اقل من المتوسط. اذا قارنا بمشاركه الرجاء وكنا حطينا بنفس المقياس، والرجاء شارك في ظروف في المغرب، شارك هو مرتاح، شارك ما نتكلمش على الظروف، نتكلم على تقارن المستوى اللي ظهر به. لا انا المستوى اللي ظهر لي في هذه البطوله. انا نرجع لك على المستوى. انا قلت لك المستوى عندما يكون المستوى يكون الطموح هو اللي كيدير لك المستوى. حنا جينا بلا طموح، اظن بان جينا بلا طموح لهذا وخصوصا في هذه المباراه الثانيه كيبين بلا طموح عزيز، لان نرى طموح هو الكلام. نحن جئنا او الوداد، انا لست الوداد، انا بيئي. الوداد جاء لهذه البطولة وهو في حالة نفسية بدنية تنظيمية ذهنية غير جاهز. لا بصراحة تبين من المباراة الأولى. أنا تكلمنا على الطموح هو اللي كيعطيك النتيجة وكيعطيك الأداء اليوم في مباراة الوداد ما ظهرش ذاك الأداء اللي كان ظهر به في البطولة الأفريقية. نعم. ما ظهرش به لدينا الغيابات. لو كان هذا الأداء لخرج من دور الأول. ولكن الكل ساهم في تدني هذا الأداء. نعم. التنظيم، التركيز، التركيز، الغيابات، يعني الإدارة تتحمل المسؤولية، الإدارة تعرف الموعد، تعرف أن تواريخ هذه البطولة متى، منذ فوزه كم صار له الآن عندما فاز بدوري الأبطال تقريبا أكثر من شهرين. نعم. تعرف هذه الأشياء كلها. الحافز انتداب لاعبين جدد. أنا أقول أن كان الحافز في دوري الأبطال أنه سيشارك في كأس العالم. هذا هي يعرفون كأس العالم، وكأس العالم يجب أن تأتي على الأقل أسبوع. دابا المشكل احنا الوداد أعطانا الانطباع أن بطولة أفريقيا أهم من كأس العالم. نعم. بطولة العالم يعني ضحى بأشياء كثيرة، تلعب تقريبا طيلة الموسم لتصل للنهائي مع فريق قوي اللي هو الأهلي وتفوز لكي تشرف وتكون عندك الشرف أنك تشارك في هذه البطولة. وفي آخر شيء نعم. يعني لا تنظيميا ولا تهيئيا كما تقول، شفنا لاعبين بدنيا غير جاهزين، حتى ذهنيا غير موجودين. هناك إصابات، هناك ظروف، لكن أنا أقول دائما أن المشكل الأول وهو في المشكل التنظيمي قبل بداية هذه البطولة. حينما سألنا في المرة الأولى قيل لنا لماذا الوداد؟ قال الوداد جاء هذا التاريخ لأنه كان يريد أن يصل. كل هذه الرحلة تمت بتنظيم من الوداد وكان الوداد يصل. ثم طلعت أخبار، صدرت أخبار وردود فعل وانكشف المستور وقيل بأن حكاية أسبوع وصل. باتشوكا وصل بأسبوع قبل البطولة. نحن عرفنا حكاية الاستقبال الملكي الذي كان مقرر واللائحة المزعومة، وثم ذلك بدأ انتظار ولم يأتي أي تأكيد، واضطر الفريق لأن يأخذ طائرة خاصة. جاءوا في طائرة خاصة. ممكن التشريف كان يأتي بعد البطولة، وكان ممكن يظهر فيها فريق بشكل أفضل ويكون تشريف أقوى وأحسن. الآن يعني الإدارة ركزت على التشريف، مفروض تركز على البطولة أول شيء، تحضر بشكل جيد، تصل إلى هذه البطولة في أحسن وفي أفضل الظروف، ومن ثم الظهور بشكل جيد. لأن هذه الآن أنت يعني تمثل الكرة المغربية. يعني ربما كانت فكرة الاستقبال لتحفيز اللاعبين، ولكن حينما ظهرت حكاية اللائحة، إذا صدقت هذه المعلومات على أن اللائحة ضمت أسماء لا تنتمي أبدا للوداد، لكن انا لا احمل المسؤوليه كامله، حتى انا جزء منها يتحملوا منها حتى من الناحيه الفنيه، لانه ما دعموش الفريق بلاعبين قادرين انهم يعطوا الاضافه في هذه المباريات. كان معروف يعني من شهرين كان داهو، كان ممكن ينفصلوا على داهو وشيكاتارا ويجيبوا لاعبين ممكن يساعدوا الفريق، عارفين بانه ناجم مصاب. نفس المجموعه هي اللي لعبت في ولكن هذه بطوله اخرى فيها فرق كبيره، فيها باتشوكا، فيها اوراوا، يعني فيها مستوى عالي. اي لاعب يحسب له. يعني الميركاتو كان قد اغلق ولم يكن بالامكان استخدام لاعبين. طبعا اللاعبين الذين لعبوا صاحب ركله الجزاء التي سددها بنجاح الهجوج مع زميل عبد الاله عفيري. نستمع لما قال. رضا، في كل الاحوال سجلت هدف، ها؟ وهذا الهدف كنهديه لهاد الجماهير الوداديه اللي ضربت معنا الطريق وما كتلقاهاش لا في ابو ظبي، لا في مدغشقر، لا في عصبه الابطال الافريقيه كامله كانت معنا. كنهدي هذا الهدف وما كتبش لنا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. كنشكر اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم، وكنقول الجماهير الوداديه ان شاء الله غادي نعوضوا لهم لا في البطوله ولا في عصبه الابطال الافريقيه ان شاء الله. رضا، شاركتي في هذه المباراه اساسي، في المباراه الاخرى كنت بديل.
كيفاش تشوف المشاركه ديالك يعني الشخصيه كلاعب في المباراتين هنا في كاس العالم للانديه؟ وهاد المشاركه اي لاعب كيتمنى يلعب في كاس العالم للانديه، الحمد لله تاتى ليا ولعبت وسجلت هدف، وكنت والقادم افضل ان شاء الله. وشنو كان ناقص الوداد اليوم؟ شفنا يعني يبدو ان اللاعبين ديال اوراوا كانت عندهم عزيمه اكثر، وتعرف بان ملي فازوا الان بالمركز الخامس عندهم $1.5 وانتم عندكم $1,000,000 فقط. وحنا جينا لكاس العالم الانديه باش نشوفوا المباريات، وشفنا لو فوتبول هنايا في الامارات، وباقي ان شاء الله اثبت ابطال افريقيا والبطوله ان شاء الله. باقي بطبيعه الحال ديربي، ولازم ديربي ان شاء الله، غنحققوا فيه واحد النتيجه ايجابيه ونهديوها الجماهير الوداديه ان شاء الله. الله سليمه للمغرب. شكرا رضا. طبعا الكارتي قال جئنا لمشاهدة مباريات في كأس العالم، لأنه طبعا كنا ننتظر أداء في مباريات الوداد، وليس أن يأتي اللاعبون لمشاهدة كأس العالم. نحن نشاهد كأس العالم من خلال بالطبع، والجمهور يشاهدها معنا من خلال بي سبورت.